أهلا بيكم. كتير قوي مننا وهو بيتكلم ألماني بيجي عند حتة معينة ويقف حتة ليه. إزاي أقول علشان أو لأن من غير ما أبوظ ترتيب الجملة. النهاردة بقى هنعرف سوا كلمة واحدة، كلمة بسيطة جدا هي اللي هتحل المشكلة دي. جاهزين؟ يلا بينا. تمام. خلينا نبدأ بكلمة كلنا بنحس بيها وبنعيشها. الكلمة دي هي ستريسش. اسمعوا كده النطق معايا تاني، ستريسش. معناها بالظبط مرهق أو مجهد، يعني كلمة مثالية توصف بيها يوم صعب أو أسبوع كان مليان ضغط شغل. طيب، إزاي بقى نحط الكلمة دي في جملة مفيدة؟ الموضوع أسهل بكتير مما نتخيل. ممكن بمنتهى البساطة نقول Meine Woche war stressig. اللي هي يعني أسبوعي كان مرهق. يلا كده نجرب نقولها مع بعض. Meine Woche war stressig. تمام قوي. بس لحظة واحدة، لما أي حد بيقول جملة زي دي أول سؤال بيخطر في بالنا كلنا هو ليه؟ يعني إيه السبب اللي خلى الأسبوع ده مرهق كده؟ أكيد في سبب أو تفسير. وهنا بقى يجي دور بطل الشرح بتاع النهاردة، كلمة دن. دن دي هي الأداة السحرية اللي هنستخدمها عشان نجاوب على سؤال ليه، ومعناها بمنتهى البساطة لأن. بصوا بقى هنا على جمال وسلاسة كلمة دن. بدل ما نقول جملتين لوحدهم زي أسبوعي كان مرهق ونسكت وبعدين نقول أنا اشتغلت كل يوم، لا، دن بتربط الجملتين ببعض وتخليهم فكرة واحدة كاملة ومفهومة. وهنا بقى في قاعدة ذهبية بسيطة جدا بس مهمة أوي أوي. لازم، وبأكد على كلمة لازم، نحط فاصلة اللي هي الكوما قبل كلمة دن على طول. دي قاعدة كده ما فيهاش أي استثناءات وسهلة جدا إننا نفتكرها. شوفوا المثال ده بيطبق القاعدة بالملي. شايفين الفاصلة اللي قبل دن؟ هي دي بالظبط الطريقة الصح. والحاجة العبقرية في دن إن الجملة اللي بتيجي بعدها ترتيبها بيفضل عادي خالص، يعني فاعل وبعدين فعل، وده بيخلي استخدامها سهل جدا خصوصا في البداية. طب ناخد مثال كمان عشان المعلومة تثبت أكتر. ممكن نقول سبب تاني خالص: Meine Woche war stressig, denn ich bin 6 Uhr aufgewacht. يعني أسبوعي كان مرهق لأني كنت بصحى الساعة 6 الصبح. شايفين؟ هي نفس الفكرة بالظبط، فاصلة وبعدها دن وبعدها جملة السبب بترتيبها الطبيعي. طيب، إحنا كده عرفنا نجاوب. إزاي بقى نسأل السؤال نفسه؟ يعني لو إحنا اللي عايزين نعرف السبب، هنستخدم كلمة إيه؟ بالظبط كده، هنستخدم فاروم. فاروم هي كلمة السر لما نحب نسأل عن السبب، ومعناها لماذا. فلو عايزين نسأل حد ليه أسبوعك كان مرهق، السؤال هيكون Warum war deine Woche stressig؟ والإجابة طبعا زي ما اتعلمنا هتكون باستخدام den. عظيم جدا. بكده نكون غطينا كل حاجة محتاجين نعرفها عن دين. يلا بينا بقى نلخص أهم النقط اللي قلناها النهاردة في أقل من دقيقة. يبقى الخلاصة كلها في الأربع حاجات دي. بنستخدم صفة زي شترسج عشان نوصف حالتنا، بنستخدم دن عشان نوضح السبب، ومش بننسى أبدا الفاصلة اللي قبل دن. ولو عايزين إحنا اللي نسأل عن السبب بنستخدم فاروم. بسيطة مش كده؟ ودلوقتي جه الدور عليكم عشان تطبقوا اللي اتعلمناه. كل واحد فينا أكيد بتعدي عليه أسابيع مرهقة، فشاركونا في التعليقات بإجابة على السؤال ده: Warum war deine Woche stressig؟ مستني أشوف إجاباتكم واستخدامكم الصح لكلمة دين والفصلة اللي قبلها. ولو حسيتوا إن الشرح ده كان مفيد ليكم، ياريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الشروحات الجديدة أول بأول. أشوفكم في الفيديو الجاي.